بعد تطمينات قدمتها الحكومة المركزية بتنفيذ جميع المطالب المشروعة لعوائل ضحايا التفجير الانتحاري الأخير بقضاء المقدادية، أبرزها محاسبة القيادات الأمنية التي تلكأت بأداء الواجبات واستبدالها، أنهت عشائر بني تميم اعتصاماتها وقامت مع القوات الأمنية بفتح جميع الطرق المغلقة. تأكد من ضمان حقوق الشهداء، وبعد التأكد من العمل المستمر على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق الأمن لهذا القضاء من خلال الاستبدال أو التغيير، فقد استقر الرأي وقد خولت متشرفا من بني قومي، من بني عمي ومن أبنائي، بأن أعلن لهذه الأسباب نكتفي بالاعتصام لحد هذا اليوم. قضاء المقدادية شهد زيارة وفد برلماني قدم تطمينات للمعتصمين بتنفيذ 8 مطالب، فيما ناشد وجهاء عشائر بني تميم جميع الساسة بعدم التدخل في المشهد الأمني. الأخ طورهان ممثل رئيس الوزراء أعلمني، قال لي حسب اطلاعي من خلال المتابعة 8 من هذه المطالب تقريبا ستنجز إن شاء الله تعالى. مجلس المحافظة مو البارحة، أول البارحة اتخذ قرار، والأخ عضو مجلس المحافظة موجود، بأن يستجوب القادة الأمنيين الثلاث. رسالة نقلها لأعضاء البرلمان أخوة أهل ديالة من ديالة، أنه كفوا نفاقكم، كفوا طبولكم، كفوا ترى شقة طبولكم في هاي المظاهرة. الحكومة المحلية أعلنت الموافقة على تخصيص قطع سكنية لعوائل الضحايا، فيما أصر المعتصمون على تنفيذ المطالب كاملة. التعويضات هي أقرت أيضا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، والتعويضات لكل شهيد احنا مسؤوليتنا وملزمين بإيصالها. كذلك المحافظة لها أحقية في تخصيص قطع أراضي لشهداء الحادث، وإن شاء الله من يوم غد من يوم الأحد نعمل على هذا الموضوع. معاقبة قائد شرطة وقائد عمليات أوعدونا وقمنا برفع وفتح الطريق الرابط بين المقدادية وبغداد. المعتصمون يتحدثون بألم عن امتيازات الساسة التي لا تعد ولا تحصى وغياب الاهتمام بضحايا الإرهاب، وهم من مختلف الطوائف. فقبيلة بني تميم وبحسب أبنائها قدمت بسبب الإرهاب في هذه المحافظة حصرا أكثر من 3000 شخص من قضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة. هادي العنبقي، الحرة.